وزير الداخلية الكويتي يواجه تاجر مخدرات وجها لوجه بعد مداهمة معمل التصنيع. في مشهد حاز على اهتمام واسع، وفق مقطع فيديو لحظة مواجهة وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف الصباح لمقيم غير قانوني يدير معملا لتصنيع المخدرات في منطقة كبد. لحظة مداهمة معمل مخدرات في الكويت، ووزير الداخلية يواجه التاجر شخصيا. وزارة الداخلية الكويتية أعلنت أن المداهمة التي تمت بإشراف مباشر من الوزير أسفرت عن ضبط 25 كيلوغراما من مادة الكيميكال الجاهزة للترويج، و10 لترات من المواد الأساسية للتصنيع، إضافة إلى 15,000 كبسولة لاريكا، و250 جراما من الشبو، وكميات كبيرة من الأوراق المشبعة بالكيميكال، وأدوات تصنيع ومواد كيميائية خطيرة مثل المبيدات السامة والأسيتون. مواجهة نارية بين وزير الداخلية الكويتي وتاجر مخدرات بعد ضبط 25 كيلو جراما كيميكال. الكويت تتحرك بقوة ضبط أخطر معمل لتصنيع المخدرات ومواجهة مباشرة مع الوزير. التحقيقات كشفت أن المواد المستخدمة تشكل خطرا بالغا على الصحة العامة وقد تؤدي إلى الوفاة. الوزارة أكدت استمرارها في ملاحقة وضبط كل من يحاول نشر السموم بين أفراد المجتمع، مشددة على أن حماية الأمن والاستقرار أولوية قصوى. في مشهد درامي وواقعي من قلب الحدث، وفق مقطع فيديو لحظة دخول وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف الصباح إلى معمل مخدرات سري في منطقة كبد، ومواجهته مباشرة لتاجر يديره. عملية المداهمة أسفرت عن ضبط كميات ضخمة وخطيرة من المواد المخدرة، منها 25 كيلو جراما من الكيميكال الجاهز للترويج، 10 لترات من المواد الأساسية للتصنيع، 15,000 كبسولة من ألاريكا، 250 جرام من الشبو، مواد كيميائية ومبيدات سامة. وزارة الداخلية أكدت استمرار الحرب على المخدرات وحماية المجتمع من هذه السموم. شاهد الفيديو للنهاية لتعرف تفاصيل المداهمة وما قاله الوزير في مواجهة التاجر.